السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة حواوشي. انا بحط الحواوشي كده في كيس عشان يفضل طري، بطلعه من البوتاجاز بيبقى ناشف شوية، فحطاه كده في كيس عشان يبقى طري. الحواوشي مش بعمله كتير، بعمله قليل بس من باب التغيير. دي اللحمة مفرومة، دي 3/4 لحمة مفرومة بلدي على مجمد بصراحة، يعني فيها نسبة دهون، لازم يبقى فيها نسبة دهون كويسة عشان تعملي الحواوشي ما يطلعش طعمه حلو الا لازم يبقى فيه نسبة دهون في اللحمة كويسة زي ما انتوا شايفين كده. ودي البصل كنت مفرزاه واحاول احوش منه المية لان عمل مية واحطه على اللحمة. والشبت والبقدونس برضو كنت مفرزاه، وحبة توم صغيرين وعصرة ليمونة. وعندي خلطة الحواوشي، ده كيس خلطة حواوشي فاتحاه وهكبه دلوقتي. هنعمل كل حاجة دلوقتي مع بعض. ده البصل، اول حاجة البصل، ده الشبت، كل حاجة كنت مفرزاها. هتقولوا انت كنتي كل حاجة بتفرزاها ليه؟ هقولكم انا بحب افرز كل حاجة عشان لما احب اعمل حاجة في اي وقت تبقى عندي. دي التوم كنت ضرباه مع فلفل اخضر. شو جميل ازاي، حاجة بسيطة كده بس. وخلطة الحواوشي، كيس واحد بس. بدوقها حرة شوية عشان اشوف فيها ملح قد ايه، عشان اعرف اظبط الملح والبهارات اللي انا هحطها. هقلبها نكملها مع بعض. احنا دلوقتي الساعة 1 بالليل، هقوم الصبح بقى كل حاجة تبقى جاهزة، يا دوبك احطه في العيش واحطه في الفرن وهوريلكم بقية الخطوات بإذن الله. هظبط الملح بتاعي والبهارات اللي انا بحبها، خصوصا الفلفل الاسود. لازم تظبطي تحطي فلفل اسود وتظبطي الملح اللي انت بتحبيه. القرفة بيبقى طعمها حلو مع اللحمة. على فكرة انا عندي بهارات لحمة، هحط فيها بهارات لحمة، هظبطها ونرجع تاني نكمل مع بعض. خلطة الحواوشي دي فيها نسبة ملح، انا ظبطت الملح وحطيت فلفل اسود وكمون والسبع بهارات والبابريكا، بهارات السبعة وبهارات اللحمة والبابريكا والكاري والحاجات دول، الحاجات اللي انا حطيتهم. ودلوقتي هقلب ونرجع نكمل مع بعض. احنا كده بقى تاني يوم، اللحمة كنت عينها في التلاجة بالتتبيلة بتاعتها اللي احنا عملناها مع بعض. قمت الصبح العيش كده فتحته وحطيت فيه جزء من اللحمة ده تقريبا معلقتين لحمة او صبع كفتة كبير بالحجم ده تقريبا. تملي بقى الرغيف بتاعك عشان بنشتري من بره بيبقى فاضي ومش حلو. شوفوا انا مليها ازاي، تعملي بقى على مزاجك. نسبة الدهون زي ما انا قايله لكم لازم تبقى عالية في الحواوشي. وما خلصوا دلوقتي هحشيه كده كله، وما خلصوا هدهنه زيت من بره الرغيف، هدهنه من الجنبين زيت او سمنة زي ما انت تحبي بالطريقة دي. الخطوة دي مهمة جدا. هعملهم كده كلهم وارصصهم فوق بعض، وبعدين اجيب الصاج واكون مولعة الفرن. انا دلوقتي مولعة الفرن، هجيب الصاج وارصص فيه العيش. كل حاجة بنعملها مع بعض خطوة خطوة. هنخلص ونخش مع بعض على الفرن قدامكم برضو. يا ريت اللي ما حطتش لايك تحط، واللي ما اشتركتش تشترك في القناة عشان توصلكم كل جديد. اللي لها اي اسئلة او استفسارات يا ريت تقولي. بتبسط قوي بتعليقاتكم الحلوة ليا، ما تحرمش منكم من تعليقاتكم. ولما اقعد شوية من غير ما اعمل فيديوهات بتبعتولي تقوليلي انت ما عملتيش ليه. اللي معاهم الانستجرام واللي معاهم الفيس بتاعي بيبعتولي. وده بعد ما طلع من الفرن طلعته وحطيته في الكيس كده عشان يفضل طري، لان لو سبتيه الرغيف هينشف وتيجي تاكليه يتكسر. لازم ما تطلعيه تحطيه كده في كيس. ما تنسيش اللايك والاشتراك. وهنعمل بقى مع بعض دلوقتي نحلي بقى. كل مرة انا عودتكم على ان دايما
ونخلص الغدا ونشوف هنحل بايه. دي بسبوسه، نبتدي مع بعض. البسبوسه ده الكيس اللي انا بشتريه، بيبقى فيه جوز هند، نسبه سكر بسيطه. بيبقى الكيس ده حلو قوي وجاهز، في حاجات جاهزه. بس بحط عليه حوالي نص كوبايه سمنه واقلبها كده كويس. لازم اسقيه بالسمنه الاول، لازم اتاكد ان كل حبيبات دي السميد ده وصلوا سمنه. وبحط معلقه عسل اسود. عسل الاسود ده بيعزز الطعم وبيخلي لونها غامق شويه زي بتاعه المحلات. معلقه عسل اسود واحده بس تدي اللون البني كده شويه للبسبوسه. ونص كوبايه لبن. وعجنت الخليط ودهنت السمنه في الصينيه. دهنت الصينيه سمنه قبل ما احط الخليط. حطيتها في الفرن حوالي نص ساعه. طلعت بسرعه. كنت مجهزه لها السيرم. انا دايما مجهزه السيرم ده عندي لاي حلويات. كبيت كده حوالي كوبايه. بس اللي هتعمل سيرم للبسبوسه ما بيبقاش تقيل، لان البسبوسه بتشرب ايه. شوف كنت حاطه لها قد ده وشربته، ولسه ما هتلاقيش فيها حاجه خالص دلوقتي. تحط بقى عليها جوز هند، فول سوداني، اي مكسرات عندك. افتكرت اللايك والاشتراك للقناه، ما تنسيش بقى. وسلام.